خيبة الظن انك تقول على حد بينك وبينه عشرة عمر اخويا، وللأسف هو اول من يخيب ظنك فيه. يا جماعة ما ينفعش تقول على اي حد اخويا، حتى لو الحد ده بينك وبينه عشرة عمر. ما ينفعش ان انت تقول عليه اخويا نهائي، لان كلمة اخويا دي مش اي حد يستاهلها. ما ينفعش تقول على كلب اخويا، بس ينفع تقول عليه صاحبي، وبيكون اوفى صاحب، لدرجة ان انت لو حطيت له اكل والله عمره ما ينساه. الكلب لو حطيت له اكل وبعديها جيت ضربته عمره ما يغدر بيك او عمره يهجم عليك، لانه عمره ما بينسى الايد اللي اتمدت له. الكلب بيستناك كل لحظة تجيله فيها لانه بيحبك بجد، مش مسألة حب انفاق او حب خداع. هو اصلا ما يعرفش يعني ايه انفاق، بس هو بيعرف كلمة واحدة بس: الوفاء. الكلب وافي جدا لدرجة ان هو يضحي بعمره من اجلك حتى لو انت ما تستاهلش. في ناس بتاكل معاهم عيش وملح وبتقول عليه ده اخويا وصاحبي وعشرة عمر، وهو اول واحد بينسى كل الكلام دوت، وبينسى كل جميلة او كل لحظة حلوة كانت بينك وبينه لمجرد خلاف بسيط او ظرف حصل بينك وبينه. هو بينسى كل الكلام دوت. فعشان كده والله العظيم مش اي حد يستاهل كلمة اخويا، لان حتى لو بينك وبين اخوك مشاكل الدنيا والاخرة، حتى لو بينك وبينه مصانع الحداد، هو في الاول وفي الاخر اخوك، لان دمك من دمه. ودي حاجة مش بايدك ان انت تغيرها، لان دي بايد ربنا سبحانه وتعالى. هو اللي خير لك اخوك الحقيقي، وربنا عمره ما بيختار لحد حاجة وحشة. الواحد مننا اول ما بيقع بيقول اخوك لو لقاك في مشكلة هو اول واحد هيجري عليك، بالرغم ان اللي انت بتقول عليه اخويا وواكلين مع بعض عيش وملح عنده استعداد ان هو يتردد انه يجري عليك، حتى لو كنتوا مع بعض عشرة عمر، حتى لو كنتوا اصدقاء. بس اخوك هو اللي بيتوجع عليك بجد، هو اللي بيتوجع عليك وبيجري عليك من كل قلبه، لان انت حتة منه. كلمة اخويا دي مش اي حد يستاهلها. ياما اتخدعنا في ناس، وياما قلنا على ناس ده اخويا ودي اختي، وفي الاخر طلعوا ما يستاهلوش. والله ما حد يستاهل حبك الحقيقي ليه الا اخوك من امك وابوك بجد. كل اللي باقي دوت تقول عليه مثلا ايه؟ صديقي، قرايب، اصدقاء، لكن ما ينفعش ان انت تقول عليه اخويا. اخوك عمره ما تضيعه من ايديك، او اختك، لان هم دول اللي باقيين لك في الدنيا. ودي نصيحة بقولها لنفسي قبل ما بقولها لكم انتوا، لان انا واحد من الناس جربتها وكنت بفضل اقول ده اخويا ودي اختي، وعمري ما كنت اتوقع في يوم ان اللي انا اقول عليهم كده هم اول ناس ما يتمرش فيهم. السلام عليكم.